كيعجبوك هاد البولات راه عندي بزاف منهم في داري، وحتى اللعاب غادي يعجبوك بزاف. تمشي معايا تشوفهم. هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكون صحتكم مزيان، خصوصا مع هذا البرد اللي كاين هاد الايام. دابا راه كلشي مريض تقريبا، اللي كنهضر معاه تيقول لي راني مريض ولا ولادو مرض. المهم كنتمنى الشفاء للجميع. غادي نعاود لكم في هذا الفيديو جوج ديال القصص، النهايات ديالهم غادي تصدمكم. داكشي علاش بغيتكم كاملين تخشاو في شي بطانيه وتصنتوا ليا مزيان. الا كنتي مازال ما تابونيتيش لاشين ديالي، ما تنساش تكليكي على صابوني وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. ولا عجبك الفيديو ما تنساش تكليكي على لايك باش تشجعني. حركه بسيطه منك ولكن انا كتعني ليا بزاف. هادشي اللي غادي نعاود لكم وقع ليا فاش كانت عندي 6 سنين في راس العام. ماما كانت خرجات وخلاتني انا وخويا اللي كانت عنده 8 سنين واختي اللي كانت عندها 11 عام. خلاتنا مع ولد خالتي اللي كانت عنده 17 عام في ديك الوقيته باش يحضينا. ولد خالتي بغى يخرج للسونتر فيل ودانا كاملين معاه في الطوبيس. كان السونتر فيل بعيد علينا بشي 4 ساعات ديال الطريق. صافي وصلنا وبقى كيدور بينا بزاف، ما خلينا فين درنا. المهم تسارينا مزيان ودغيا داز الوقت وبدا كيطيح الظلام. دابا ملي كنفكر فيها عاد كتبان ليا شحال غيسكي. خارجين كاملين صغار والشخص الوحيد اللي حاضينا عنده 17 عام. المهم فاش عيينا تمينا غاديين للمحطه ديال الطوبيس وبقينا جالسين تما كنتسناو. كيف ما قلت قبيله في ديك الوقيته كان راس العام، وحدا المحطه فين كنا واقفين كان واحد المحل كبير ديال اللعاب وكانوا دايرين فيه لا ديكو ديال راس العام، ضواو في الالوان، السابان ديال نويل. المهم انا عجبني بزاف داك المنظر ومشيت حدا داك المحل وبقيت كنتفرج في داكشي بلا ما نرد البال لولد خالتي وخوتي فين كاينين. شويه كنسمع واحد الراجل كيهضر معايا. ملي شفت فيه كيبان ليا حوايجو مسخين وشعرو طويل وسنانو كحلين. المهم كانت باينه فيه بحال شي متشرد، كان كيضحك معايا. المهم انا هادشي كامل معنى ليا والو وضحكت معاه حتى انا. وهو يقول لي واش عجبوك الضواو؟ وانا نقول ليه زوينين. وهو يقول لي هاد الجمله اللي غادي نبقى عاقل عليها حياتي كامله. الا كانوا كيعجبوك هاد البولات راه عندي بزاف منهم في داري، وحتى اللعاب غادي يعجبوك بزاف. تمشي معايا تشوفهم. وانا على نيتي جاوبته وقلت ليه يلا. هو يشدني من يدي وتمينا غاديين. كنا قربنا نوصلوا للراس ديال داك الشارع، كانوا تما شي ديور وقال لي بلي دارو قريبه بزاف غير في الدوره. ملي بغينا ندورو كنحس بشي واحد شدني من يدي. ملي درت كنلقاها اختي اللي عندها 11 عام، جراتني بالزربه وبعدتني منه. هو ما قال حتى شي حاجه ومشى بالزربه. هادشي اللي كنعاود لكم دازو عليه سنوات ولكن باقي ديما كنتفكر. كل ما جات اختي وعتقاتني كانت حياتي كامله سوا غادي تبدل سوا غادي تسالي. وكون درت معاه في داك الشارع ما عمرهم ما كانوا غادي يشوفوني ولا يعرفوني منين دزت، ما كانوش غادي يعرفوا حتى منين يبداو يقلبوا عليا. ولكن الحمد لله ربي حفظ. ما هاد الحادثه بدلت فيا شحال من حاجه. جايز كانت هذه هي القصه الاولى. الا لاحظتوا راه كتشبه لواحد القصه واحده اخرى فايت عاودتها لكم ديال واحد الولد حتى هو كان غادي يتخطف بهذه الطريقه. ولا لاحظتوا راه ثانيه وحده كافيه باش ان واحد الطفل يختفي. الدراري الصغار ما معاهمش اللعب. ها هو ليكزامبل قدامكم، راه ديما تنقولها لكم وغنبقى ديما كنعاودها حيت هذا لو سوجي هذا انا تيضرني في قلبي بزاف. ملي كنشوف شي والدين الله يسمح ليهم مسوقينش لولادهم يخلوهم يخرجوا نهار كامل ما كيسولوش فيهم، ما كيعرفوهمش فين كاينين فين مشاو ولا فين جاو. هاد العقليه هذه راه خصها تبدل. القصه اللي غنعاود لكم دابا مختلفه تماما على القصه الاولى. بلا ما نطول عليكم نبداو. فاش كانت عندي 10 سنين كنت عزيز عليا الرسم بزاف، ووالديا كانوا كيشجعوني ومادام كيعجبني هادشي بزاف ولاو كيديوني ندير واحد الدروس خصوصيه في الرسم. بديت مع واحد الاستاذه اللي كانت صديقه ديال واحد الصديق ديال العائله. الدروس كانوا مزيانين وكل شيء كيدوز عادي. السميه ديال الاستاذه كانت بحال ديال ماما غير الكتابه اللي مختلفه. وكنت كنمشي عندها للدار فيكو كانوا دروس خاصه. في واحد النهار كنت في المدرسه وملي خرجت في بلاصه ما نجي في الترونسبور ديال المدرسه بحال ديما لقيت ماما هي اللي كتسناني. ما فهمتش علاش ماما جات عليا حيت عاده كنوصل انا وياها للدار في نفس الوقيته حيت كتكون خدامه. المهم في الطريق كامله ماما بقات غير ساكته. حسيت باللي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك وسولتها مالكي وهي تقول لي باللي ما كاين والو. انا كنت خايفه لا تكون القطه ديالي ماتت ولا وقعت ليها شي حاجه، ولكن ماما قالت لي لا ما كاين والو وقالت لي باللي بابا غادي يهضر معايا اون فوا غادي نوصلوا للدار. ملي وصلت للدار بابا ما كانش. بقيت جالسه كنتسناه ومخلوعه. كنت خايفه حيت سحاب لي درت شي حاجه خايبه وبابا غادي يجي ويغوت عليا. عاده ماما هي اللي كتخاصم عليا فاش كندير شي زبله،
ولكن فاش كندير شي زبله اللي كبيره بزاف بابا هو اللي كيتكلف. واخيرا بابا جا ووجهه ما كانش كيبشر بالخير. جا جلس معايا وهو يقول لي باللي ما غاديش نعاود نمشي للدروس ديال الرسم. ما فهمتش علاش وبقى فيا الحال بزاف في ديك اللحظه، وهو يشرح لي شنو واقع واخا كانت باينه فيه ما حاملش يهضر في الموضوع. اللي وقع هو ان بابا كان عند البوليس على ود الاستاذه ديال الرسم. داك النهار في المدرسه اللي كنقرا فيها جات الاستاذه ديال الرسم وقالت لهم باللي بغات تديني وعطاتهم سميتها على اساس هي ماما، ولكن المدرسه كانوا كيعرفوا ماما مزيان وقالوا ليها سمحي لينا ما غاديش نعطيوها ليك، وعيطوا لماما في التليفون وقالوها ليها. المهم في داك النهار الاستاذه عيطت لبابا في التليفون وبدات كتقول ليه صافي راني غادي ندي بنتك معايا ومراتك غادي نسالي معاها وانا كنبغيك بزاف وغادي نشكلوا عائله زوينه بثلاثه بينا. بابا بقى غير كيساوي معاها حيت خاف لا تمشي دير شي حاجه، وقال ليها صافي خلي حتى نخرج من الخدمه ونهضروا مزيان في هذا الموضوع. موراها عيط لماما باش يطمن علينا ويعرفنا باللي حنا بخير، وموراها مشى عند البوليس. ما عرفتش شنو داروا معاها، ما كنظنش واش تكون وقعت ليها شي حاجه، واصلا ما بغيت نعرف عليها والو. دابا فين ما كنشوف شي راس معلماتو ليا ولا شي راس مدارتو كيجيني بحال ديال شي بسيكوباطه. القصه الثانيه سالات. قولوا لي كيفاش جاتكم هاد الاستاذه هادي بعدا بسيكوباطه اللي غاده عندهم المدرسه وكتقول لهم راني هي ماماها، زعما حيت سميتهم بحال راهم غادي يغلطوا وغادي يصيفطوا معاها البنت. الحمد لله اللي حاضين شغلهم مزيان وما عطاوهاش ليها. دابا هذه باينه فيها كانت كتخيل شي افلام غير بوحديها. الصراحه بنادم راه ما كتعرفوش مزيان على حقيقته، راه واخا يعيا ما يبين لك واحد الوجه زوين، هذاك الشيء اللي في راسو الله بوحدو اللي عالم به. شحال من واحد كتشوفو هكا كيبان لك عادي كيهضر معاك كيضحك معاك حتى كتساق الخبر باللي راه دار شي حاجه ولا راه مشدود على ود شي حاجه. المهم كنتمنى يكونوا عجبوكم القصص ديال اليوم. خليوا لي كومونتير ديالكم لي لايك ديالكم الى عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام الا وقعت لكم شي حاجه وبغيتو تبارطاجيوها معايا باش نعاودها غادي نخليه لكم هنايا. نتلاقاو في فيديو قريب. باي باي.